داخلين على رمضان ومحتاجين اليومين دول شوية أكلات اقتصادية وشتوية وبتدفي كده كمان وتكون اقتصادية. مفيش أحسن من الحمص ببيض، ممكن نعمله في البيت مع شوية رز كده حلوين جدا جدا. قلتلكوا حمص ببيض يبقى أكيد شريط ذكريات قدامكوا عدى حالا. افتكرتوا كده أهاليكوا زمان والأكلة الحلوة دي، الأكلة الشتوية الجميلة دي. تعالوا بقى نفتكر الذكريات الحلوة دي مع بعض ونعمل أحلى حمص ببيض. وزي ما انتم شايفين هو ناشف شوية، وعلشان انا بحبه بالطريقة دي ممكن تعملوه بصوص اكتر او بتزودوا له الصوص او المية اكتر، مفيش مشكلة. دي حاجة ترجع لكم انتوا. طيب يلا بسم الله نبدأ مع بعض كده. الحمص بنقعه حوالي ساعة كده او ساعة ونص وبسيبه على جنب. ببدأ ان انا اعمل تسبيكة. التسبيكة دي عبارة عن ايه؟ بصلايه متقطعة قطع صغيرة او مكعبات. وببدأ ان انا انزل باربع طماطميات مفرومين في الخلاط مع شوية من المية كده، واسبكهم مع بعض مع معلقه صغيره من السكر او رشه صغيره من السكر. بعد ما بيتسبكوا بنزل بالحمص اللي انا نقعته حوالي من ساعه لساعتين كده، يعني نقدر نقول في المتوسط ساعه ونص. بنقعه كويس. والحقيقه ان انا الحمص اللي انا نقعه النهارده ده كان حمص انجليزي او حمص افرنجي مش بلدي. ممكن طبعا تجيبوا البلدي مفيش مشكله، بس هو غالي شويه، يعني سعره رفع قوي اليومين دول. لكن الافرنجي بديل له حلو جدا. ببدا ان انا كده ازود الميه واشوح البصل مع الطماطم مع الحمص، او اقلبهم بمعنى اصح. وانزل بملح وفلفل اسود. واول ما بيغلوا كده ويستووا مع بعض يعني داخلين في سوا، ببدا ان انا زي ما بيقولوا ايه بتقفش البيض او بتشقف بتقفش البيض. ايوه، هو زي ما انا بقول لكم كده بتقفشوا البيض، بتقفشوا البيضه في بعضها كده. ببدأ ان انا انزل كده البيضة. بصوا انتوا بتنزلوا البيضة على الحمص ببيض وهو بيغلي، ما بتحركوش البيض ولا بتقلبوه خالص. انتوا بتسيبوا البيضة كده ببياضها بصفارها وهي بتتجمد او هي بتستوي وبتاخد هيكل البيضة المسلوقة. ما تخافوش ابدا وما تقلبوش البيض. شايفين انا بعمل ايه؟ بنزل كل بيضة كده فرق ما بينها وبين التانية شوية. وعايزه اقول لكم بعد بالظبط 10 دقايق بتكون مستويه، والبيض والصفار بيكون مستوي زي الفل. بصوا كده شايفين اهو. طبعا عشان زفاره البيض فانا بحب احط فلفل اسود كده على الوش من فوق. وممكن طبعا تحطوا ملح، تظبطوا ملحكم وفلفل اسود على البيض من فوق. انا عموما ظبطت الحمص وحطيت له ملح، وبرده حطيت على البيض من فوق كده شويه من الفلفل والملح. بس خلاص 10 دقايق وبيكون البيض بالحمص او الحمص بيض مستوي معاكوا زي الفل. جربوا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. بيتقدم مع شويه رز كده ابيض او رز بشعريه، بيبقى خطير جدا. جربوها وان شاء الله يعجبكم. اشوفكم على خير في رعايه الله، مع الف سلامه.